عرفت انك رجعت تلعب ملاكمة تاني، بس مراهنات يعني. انا كلمت الراجل اللي بينظم ماتشات الام ام اي، انا هرجع العب واكسب، وفلوس اللعبة نصها دار الايتام ونصها هنسند بيه نفسينا. ده جزء من الفلوس اللي انت طلبتيها. ربنا يبارك لك على اللي بتعمله مع الولاد. الله اكبر، اللهم قوي ايمانك. ومساء الفل عليكم واسوأ مشاهد من مسلسلات رمضان 2026 الجزء الثالث. خلينا نبدأ بالأخطاء الغبية البسيطة معانا في الأول للمركز الأول أو للمشهد اللي في المركز الأول معانا النهاردة، اللي فضيحة إخراجية تمثيلية بكل المقاييس. بس لما نروح له، انت جاي لحد بيتي آخر الليل ومن غير ميعاد؟ هما مش بيقولوا برضه الخال والد؟ أنا خالك يا علي. ايه اللي يخليني أتأكد إن أنت صح؟ بص في عينيا يا علي، انت تتأكد انا صح ولا بكذب عليك؟ طبعا دي أحدث طريقة لإثبات النسب، طريقة البص في العين. انا خالك يا علي، بص في عينيا يا علي. تحليل الدي ان ايه يبكي في الزاوية. بره بره يا كلاي، بره يا علي، بره بره بره، مش عايز اشوف وشك ولا حد من عيلتك. باب بيت الكابتن سعيد بيتفتح بالإيد كده عادي، لا كالون ولا أكرة ولا وجع دماغ. بره بره يا علي، اصلا باب البيت اصلا مالوش اكره، عاملين خرم الاوزون في الباب وسايبينه كده. ودي فكره اخراجيه محنكه من المخرج. ده اسقاط ان كابتن سعيد فاتح بيته للي يسوى واللي ما يسواش. ايه رايك لو اشوف مدرسه وانزل اشتغل؟ انا شايفه الظروف اللي احنا فيها. أصيلة بنت الناس، بس مسطورة يعني. أنا كلمت الراجل اللي بينظم ماتشات الام ام اي، أنا هرجع ألعب وأكسب، وفلوس اللعبة نصها دار الأيتام ونصها هنسند بيه نفسينا. اتفضل يا أستاذة، ده جزء من الفلوس اللي انت طلبتيها. ربنا يبارك لك على اللي بتعمله مع الولاد. عرفت ان الفلوس مقصرة معاك، عرفت انك رجعت تلعب ملاكمة تاني، بس مراهنات يعني. يا نهار اسود، بيكسب فلوس من مراهنات البوكس، مراهنات البوكس، ويروح يدي نصها لدار الايتام على سبيل الخير والصدقه وكده. ربنا يقوي ايمانك يا اسطى. انهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ لو ما شاء الله روح ليل نهار منوره كل لمض البيت، مع ان الدنيا نهار وهم اساسا في ازمه ماديه ومتنيلين على عينهم وحالتهم الماديه كرب، في عز الظهر والشمس منوره البيت كله، منوره 10 نجفات و12 اباجوره، حتى الليد لايت في الرفوف مش عتقاه. ده علي كلاي هينفخي اخر الشهر على فاتوره الكهرباء اللي هتجيله. ونروح للمشهد اللي بعده من مسلسل درش لمصطفى شعبان، واقوى نطه في تاريخ الدراما المصريه. هو انت جوزك مات امتى؟ بعد الشر. درش عايش. يوم العزا جالي دكتور وان هو كان بيعالجه من حاله فصام، وده اللي خلاه انتحر. انفصام وانتحر؟ انا جوزي الحمد لله عايش ما ماتش. طب استني، انا افتكرت حاجه مهمه قوي. بصي انا هوريكي حاجه، شوفي. معلش انا اسف في السؤال، بس هو مين اللي صوره وهو بينط وجاب لك الفيديو اساسا على الموبايل؟ أنا جوزك. جوزي مات يا معلم درش، انا مصدقه ده. اتفضل. انا سامح. لا ومصوره بكادرين، كادر امامي سيلفي وكادر تاني وايد انجل من ورا. انا قلت في الاول ان الكادر الامامي ده هو مصور نفسه بالموبايل قبل ما بينط مثلا، لقيته اساسا بيحط الموبايل في جيبه. برافو، حلوه قوي النقطه دي. ولو بتحبنا اعمل لها لايك من زرار اللايك اللي تحت هنا، واشترك معانا في القناه. شوف لك فيديو او اتنين، عجبك الكلام كمل، ما عجبكش بقى الغي الاشتراك كده كده ما بيلزقش. ونروح لمشاهد المسلسل اللي بعده اللي فيه كونتينر اخطاء متكامل، مسلسل قطر صغنطوط لمحمد رجب ياسين، واللي بيقوم بدوره محمد رجب مذيع مشهور عنده تروما من الطفوله، انه هو صغير في دار الايتام كان مدير الدار بيعمل حاجات مش ولا بد مع طفله كان بيلعب معاها محمد رجب بالقطر الصغنطوط، وعشان كده المسلسل اتسمى قطر صغنطوط. اي والله. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ والبنت في يوم من الايام اتوفت بسبب الموضوع اياه ده، ولما كبر بقى عاوز ينتقم من كل اللي كانوا السبب في اللي حصل لها عن طريق ان هو يحرقهم وهو لابس وهو لابس الماسك، الماسك اللي شبه الماسك اللي عند الحلاقين بتاع تنعيم البشره وازاله الهالات السوداء، وهو منه تنكر ومنه اعتناء بالبشره بالمره. وكل فد بقى كوم، واخطاء المسلسل ده كوم لوحدها. خلينا نخش على اخطاء المسلسل الجميله. الفساد ايه هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد.
ده المفروض ياسين اللي هو محمد رجب وهو صغير. ده محمد رجب وهو صغير، جايبين طفل او شاب بشرته سمراء او غامقه شويه. محمد رجب بشرته بيضاء يا جدعان. انا كل ما بكبر كل ما ببيض. ابوس ايدك ابوس ايدك ارحمني. خد لي حقك. ارحمني مش عايز اموت. ابوس ايدك هقول لك كل حاجه. هقول لك كل حاجه. سمعني اللي انا عايز اسمعه. ساعديني وخرجيني من هنا. هو ياسين ما قالكش يخرجني امتى؟ حابس احمد صيام في القفص الصغنن ده بقاله كتير، بقاله اسابيع او شهور تقريبا. انا سؤال واحد بس نفسي اساله للمخرج والقائمين على العمل، يعني هو الراجل ده لما بيحب يعمل زي الناس ويلبي نداء الطبيعه بيعملها فين؟ بتعملوها فين يا كفار؟ ونروح لاغبى مشهد اخراجي في رمضان 26. ياسين كلم مهندس الديكور واقنعه يعمل فيلا الساحل ببلاش. وانت بقى بتفكري ولا ما بتفكريش؟ انا مش عارفه انت ليه مكبره الموضوع قوي كده. ياسين صاحب عادي بس اكبر منك بكتير. الكاميرا ظهرت بالترايبود اللي عليه الكاميرا اساسا. انا الخطأ ده اخر مرة شفته كان في فيلم وائس لماه، يعني في الستينات. انا معاك. انا ما شفتش الخطأ ده في اي حاجة قريب. الخطأ ده انتهى يا جماعة، خلاص ما عادش موجود. يعني حتى ما بقيت بدور عليه في افلام وحاجات ما بقتش الاقيه. الخطأ بتاع ان الكاميرا تظهر بالكامل هيئتها بالترايبود بتاعها ده انتهى. احنا في 2026. فاكر ان المشهد ده غبي؟ تعالى بقى اوريك الغباء البيور على حق ربنا من نفس المسلسل. مساء الخير يا استاذ ياسين. مساء الخير. ازيك يا بيه؟ ده الضابط اللي بيحقق في قضية قتل يسرى وهو شاكك فيه ياسين، فبيروح له كده عشان يحاول يجرجره في الكلام. اللي قتل يسرى هو نفس الشخص اللي قتل الراجل. وليه لا؟ زي ما حضرتك بتقول الراجل اللي اتقتل هو الموظف اللي شغال في وزارة التضامن. بس هو انا ايه علاقتي بالحكاية دي؟ لا عادي، احنا بندردش مع بعض. ماشي يا ياسين بيه، تصبح على خير. يا هدى وصل ايمن بيه. ياسين انت اللي قتلت يسرى؟ هار اسود. طب الضابط اللي لسه ما خرجش يعني كده مش هيسمعكوا؟ ياسين انت اللي قتلت يسرى؟ الضابط اهو يا جماعه، الضابط اهو لسه موجود في المشهد، باين في ظهرها اساسا وهي بتقول له الكلمه. ولا وكمان والاكاده ايه، الضابط ملفش، يعني الضابط ما رجع لهمش اساسا. سامع المفروض الكلمه اللي اتقالت وهو شاكك في ياسين وما رجع لهمش. انا بناء عليه طبعا اتصلت بيك وبلغتك ان انا لازم اقعد معاه. عمرك يا ايمن بيه، هو حضرتك شاكك في حاجه؟ لا خالص. انا شفت غباء كتير وقليل بس ما شفتش كده. وده ناهيك عن انعكاسات الاضاءه بتاعت التصوير اللي ماليه كل مشاهد المسلسل في نظارات محمد رجب، ولا مشهد السلو موشن اللي موجود في الحلقه الخامسه. ابشع مشهد سلو موشن ممكن تشوف في حياتك. عمري ما حبيت حد قدك، طول عمري بحلم بيك انت. اوعى تفتكري ان انا قتلتك عشان كنت عايزه تفضحي لي بس. تسامح قبل ما الواحد ياخد حقه بيبقى ضعف. اللي انت بتعمله اخرته وحشه. وعموما السلو موشن في المسلسل ده مسيطر. المسلسل كله عباره عن سلو موشن ومزيكا عاليه جدا، هو ما فيهوش غير كده. وفي مشهد في الحلقه الاولى اصلا هو بيحرق الراجل، في الباب بتاع العربيه اصلا مفتوح وفي حجر قافله، والراجل مصمم انه يفتح الباب ده وفي حجر وراه. طب ما يا معلم في الباب التاني طيب سالك، طب ما تفتح الباب التاني وتخرج منه. هو مستني يتحرق، مستني محمد رجب يحط عنده البنزين ويرمي النار عشان يتحرق. هو واخد الاوردر بالحريقه جوه العربيه. ورمضان مبارك عليكم واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.